لا والله، وانا اسف جدا وبعتذر جدا لحضرتك. انت مالكش اصلا انك تركب عربيه. ما تجيش تقول لي انا معايا 60,000 وعايز اركب عربيه، ومعايا 70,000 وعايز اركب عربيه، ولا معايا حتى 100,000 وعايز اركب عربيه. احنا قلنا قبل كده يا جماعه، مفيش حد النهارده يقدر يركب عربيه هنقول نوعا ما انها محترمه او كويسه، يعني يا دوب تمشيك اقل من 200,000. اقل من 200,000 ده احنا يعني بنقول ايه، من 100 ل 200 مثلا، او من 150 ل 200 ماشي. تحت ال 150 انت بتهزر، انت بترمي فلوسك في الارض. انت النهارده بتتكلم في زمن او في توقيت الموتوسيكل البلاستيك او الفبر ب 100,000 و 120,000 جنيه. فعربيه ايه دي اللي انت عايز تركبها ب 60 وب 70 وب 100؟ مفيش الكلام ده. اللي معاه عربيه في الرينج ده خلاص معاه، يعني هي معاه من زمان ومعاه خلاص الى الان، اوكي خلاص هو ماشي بيها. انما دلوقتي تنزل ترمي فلوسك او 100,000 او 70,000 او 80,000 في عربيه، هتطلع عين اللي جابوك. معلش انا اسف، انت مش فاهم يعني ايه عربيه ب 70 وب 80 وب 100. دي عربيه هتنيمك ليل ونهار في الحرفيين، ما بين ميكانيكي وكهربائي وعفشجي، اعطال متكرره ومستمره ومش بتنتهي، وده طبيعي. عربيات معدومه العافيه، معدومه. عربيات تمانينات واوائل تسعينات خلاص عربيات انتهت. ده يا راجل الناس اللي معاها عربيات موديل للسنه، او حتى عربيات تعتبر حديثه شويه، موديلات 15 و18 و20، بايتين في الحرفيين اعطال. فما بالك انت بقى حضرتك اللي راكب لي عربيه تمانينات واوائل تسعينات، وزي ما قلت لك او زي ما قلت للناس اللي خلاص معاه عربيه بقاله 5 سنين و10 سنين في الموديلات دي، خلاص هو اتعود عليها وتمام وزي الفل. انما النهارده تنزل ترمي 100,000 ولا 80,000 ولا حتى 120,000 في عربيه معدومه العافيه، صدقني اقسم بالله ما هتروح من الحرفيين. نصيحتي ليك استثمر الفلوس دي في حاجه افضل، زي ما قلت لك في ذهب، في شهاده في البنك، ايا كان، لحد ما ربنا يفرجها عليك وتزود شويه الفلوس دي، توصل ل 200 ل 250 على الاقل، تعرف تركب عربيه يا دوب يا دوب انها تمشيك تسفرك سفريه حلوه مثلا مع الاسره او مع اصحابك. لكن تروح ترمي 100,000 جنيه في عربيه خرده، عربيه عفى عليها الزمن، خلاص بقت عباره عن حته بارومه، كتله من البارومه متحركه. فما تعملش كده في نفسك، حرام عليك. واتمنى ما اكونش طولت عليك. السلام عليكم.